السلام عليكم خوتي، كيف نتوما؟ مزيانين على خير وبخير. نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم نعد لكم واحد الاطباق ساهلين بزاف بزاف. الطاجين الاولاني ديال الحوت معدل باللحقو طريقو بالفلفل وبالمطيشه وبالليمون وبالقواعد ديالو كاملين. والطاجين الفول، طاجين الفول مشرمل بطريقه بلديه على حقو طريقو. وشلاضه بارده خفيفه، الماكله بدا كيسخن الحال، الماكله خفيفه كل واحد كيتشاها. يلا معايا المقادير والطريقه، انتم معايا ان شاء الله. مرحبا بكم معايا. غادي نعمل لكم اليوم واحد الوصفه شماليه ديال الحوت، غير خفيفه بالطوماطيش وبالفلفل والليمون المرقد والزيت بلديه، زيت المائده، الثوم، القزبر المعدنوس، الفلفل الحمار، والقامه ديال الحوت، زريعه القزبر المطحونه وفلفل حمار ملحة. والملحه والكيمون. دوزو خص معايا تشوفوا الحوت. الطريقه. الحوت عندي هذا النوع سباده، وكل واحد يعمل نوعيه الحوت اللي بغى. هذا انا غير جبرت هذا واحد شويه كان عندي في النبيله وغادي نعملو. نتوما عملوا الحوت اللي بغيتو بهذه الطريقه. هذه كتجي واحد الوصفه شماليه صيفيه غزاله بزاف. نعملو الزيت ما نعملوش بزاف باش ما يجيش شويه مزيت. نعملو شويه الزيت بلديه، يعني ما بيناتهم واحد نص كاس باش ما يجيش الطاجين فيه الزيت بزاف. نعملو واحد تقريبا 3 درويسات الثوم، ماشي يعني غير ديك السنانف الثوم، 3 بركه. غادي من القزبر والمعدنوس غادي نعملو شويه دابا، ومن بعد نعملو شويه من الوجه ديالو. خليو لي قامه من بعد حتى نشحرو شويه هاد الطوماطيش او لا مطيشه، وكل واحد يسميها اللي بغا. ما تحكوهاش هيدا بهذه الطريقه كتجي حسن باش كتبقى شويه واقفه. كيجي هاد الطاجين اش غنقول لك، كيجي مزيان. واحد يديه معاه البحار، يديه الخلا، يديه بزاف البلايص، كيجي شهيه ديالو خفيفه بزاف وكلشي كيعجبو. دابا مدور فوق كلشي كنفكروا غير في الماكله اللي كتكون خفيفه. هاد الفلفل هادي حتى كنشويها، كنعملها في واحد البلاستيك. كلشي كيعرف هاد الطريقه باش كتسخن وكتقشر بواحد السهوله. احسن واحد كيشويها كتجي حسن. سما تعملها خضره، قطع طريفات شويه يكونوا كبارين باش ما يذوبوش يبقاو باينين. غادي نعملوا هاد الفلفل اللي قطعت دابا هذاك بهاد الطريقه، طريقه عشوائيه ما تمتوش الخيوط. وندوزو للإقامة. الإقامة عندي هنايا هادي زريعة قزبر، واحد غرفة صغيرة، غرفة الإقامة د الحوت، غرفة تاهي ستيتوا، غرفة فلفل حمار يعني فلفل عكري، غرفة الكيمون، الملحة على حسب الذوق، ما نعملوش بزاف غير شويش. السوداني حتى هي هادي راه هي تبارك الله حاره بزاف، نعملو غير شويش ونحركوه شويه ونغطيوه حتى يتشرمل مزيان. عادك غادي نعملو الحوت. نبداو تبارك الله على بركه الله نحطو الحوت
نعملو له هاد الليمون. من بعد غادي نزيدو واحد تقريبا واحد ميصه د الزعتر لا تيطيب بشويش. الزعتر ماشي اختيار، اللي بغا يعملو يعملو، اللي بغا ما يعملوش ما يعملوش، ماشي ضروري واحد يعملو. انا كيعجبني الزعتر كنعملوه، من حق كل واحد والذوق ديالو. نرافقو الحوت بالفول، كاين اللي كيقولو يباول. غادي نحملو غنشرملو لحقو طريقو بالليمونه، نص ليمونه عندي مرقده عير الداخلاني ديالها، القزبر المعدنوس، شويه د الزيتون، الهريسه، 3 د ريوز الثوم، شويه د زريعه القزبر الحمراء، فلفل الحمار كاين اللي كيقولوا العكري، الملحه، الكمون، والزيت بلديه وزيت المائده. داكشي غير الزيت بزاف ماشي مزيان. نخويو نص زيت بلديه تمن نص كاس ما بين زيت بلديه وزيت روميه، يعني زيت المائده بيناتهم نص كاس. غادي نعملو هاد الليمونه مرقده، كنزيدو عليها القزبر والمعدنوس. ملي كيطيب عاود كنزيدو له شويش من الفوق. هادي الهريسه عندي حاره، واللي بغى يزيد الحروره بزاف، اللي بغى يعمل غير شويه، لا كل واحد كيعمل الذوق ديالو. غادي نعمل غير شويش. الثومه نعملها كامله، عندي هنايا 3 د الضروس الثوم، زريعه القزبر غير فاس تيتوا، فلفل حمار حتى هي مغروفه، الملح على حسب الذوق، كل واحد كيعمل الملح قياس اللي كيعجبو. وهذا كيجي معاه الكيمون، بالاحسن ما يكونش مطحون، يكون غير محكوك ما بين يدين. غادي نعمل واحد طوماطيش وحده محكوكه. خليها تدخل معاها شويش اللي قامه. كطلع واحد الريحه. الكيمون حين كيكون ماشي مطحون كيكون فيه واحد المذاق مختلف على ياخر. الزيتون كل واحد على حسب الذوق، اللي بغى يعمل بزاف بزاف، اللي بغى يعمل غير شويه، باش كيبقى عاوني تسكر المذاق د الفول باين. سيتي بهاد التشرميله عاد كنعملو الفول. هانتوما معايا هاد ما شحرت هاد التشرميله ديالو مزيان تشحرت. هانتي كتشوف كيفاش تعلكت واش غزاله. دابا غادي نكب فوق منها هاد يباول، وغادي نخليهم حتى يطيبوا مزيان مزيان. غنزيدهم واحد تقريبا كاس الماء ونخليهم يطيبوا. هذا الشكل النهائي الاطباق ديالنا د الحوت. لاحقوا طريقو، رافقناه بالفول مشرمل. كنتمنىكم تقيسوه، ما تنساونيش بالاشتراك لي لايك. رافقناه بشلاضه بارده خفافيه، دابا الايام بدا كيسخن الحال، الماكله خفيفه. كنتمنىكم تقيسوه بالصحه والعافيه. شكرا بزاف، نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه المقبله ان شاء الله.